ايه بقى المتحف اللي انت جبنا فيه ده؟ شكلها غنيه قوي. على فكره انا خايف تكون فاكر ان احنا طمعانين فيها ولا حاجه. يا هشام يا ابني، احنا جايين نعمل الواجب وبس. مش مهم هي تفهم ايه، بس المهم انها لازم تعرف ان ليها قرايب، وقت ما تحتاج اي حاجه هتلاقيها واقفه جنبك. انت تفتكر بقى هي هتحتاج حاجه وهي في وسط الهلومه دي كلها؟ انت جاي تقر على قرايبي ولا ايه؟ ما تلم نفسك شويه بقى، خلي اليوم ده يعدي. ايه في ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنتي. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. البقيه في حياتك يا بنتي. حياتك الباقيه. اهلا وسهلا. اتفضلوا استريحوا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. هو الحقيقه انا ما اتشرفتش بحضراتكم. انا حسين فايق البكري. البكري؟ عيلة ماما؟ حضرتك من عيلة ماما؟ انا اخو مامتك، انا خالك. خالي؟ ايوه. انا عارف انها حاجه غريبه جدا انك تقابلينا بعد السنين دي كلها، لكن يعني ما كانش بايدي وما كانش قصدي. هو بس حصل خلاف بيني وبين والدك، الله يرحمه، وبعدين قررت يعني ان انا ابعد عن العيله خالص عشان خاطر اختي. يعني معلش بعد اذن حضرتك، انا ايه اللي يثبت لي ان كلامك مظبوط؟ حضرتك احنا مش جايين محتاجين منك حاجه، احنا جايين نقضي الواجب ونمشي. ومين حضرتك؟ ده هشام، ابني، ودي مراتي صفية. أنا مش عارف حضرتك ما مصعبة المسائل كده ليه؟ الموضوع بسيط خالص يا بنتي. يعني حضرتك حط نفسك في مكاني، ناس بشوفهم أول مرة، المفروض إنه خالي وابن خالي ومرات خالي. يا بنتي ما تكبريش الموضوع. زي ما قالك هشام ابني، احنا جايين مش محتاجين منك حاجة، وهو الشيء اللي كان مفرق بينكم راح خلاص. قصدي يعني انك بنت اخته الوحيدة والخال والد برضو. عشان تتأكدي، دي بطاقتي الشخصية. ودي صورة من شهادة الميلاد بتاعتي. ودي شهادة الميلاد بتاعت والدتك الله يرحمها. والله والله. أنا مش مستوعبة حاجة خالص. أنا آسفة. أكيد أنتوا بتقولوا عليا نليلة الذوق دلوقتي، بس أرجوكوا يعني أنتوا شايفين الموقف عامل إزاي؟ احنا يا بنتي مقدرين كل اللي انت فيه، لكن لازم تعرفي حاجة واحدة بس، ان بيت خالك مفتوح لك في أي وقت يا بنتي. واللي فات مات، الورق معاك يا بنتي، طمني براحتك واحنا نمشي بقى. مع السلامة يا بنتي. شرفتوني حضرتك، متشكرة قوي. مع السلامة يا حبيبتي، لازم نشوفك تاني. ها؟ أكيد. فرصه. أنا أسعد. متشكرة.